من ساعة ما قالت لي حمري وراكي الفراخ ني وحطي عليها خلطة الزبادي السرية ما بطلتش اعملها. العيال ادمنوها بجد، الله يبارك لك، كل مرة تطلع احلى من اللي قبلها. سمي الله وصلي على رسول الله، شيري الطريقة على صفحتك ومع كل اصحابك. في صينية هتسخنيها حلو قوي وتنزلي بمعلقة سمنة ومعلقة زيت، ومعانا وراك فراخ مخلية او بالعظم مفيش مشكلة. وهنسخن الطاسة، اهم حاجة حلوة قوي، وهنبتدي نحمرها من ناحيتين، كل ناحية هنرش عليها ملح وفلفل اسود من غير ما نتبلها ولا اي حاجة. بعد ما خدت لون من الناحيتين هشيلها كده على جنب، وهنزل بحلقات البطاطس والبصل، وهرش عليهم فلفل اسود وشويه كمون وبابريكا، واسيبهم بقى كده ياخدوا من السواعه بتاعه الفراخ. واحط كده كوبايتين ميه عشان البطاطس تستوي نص تسويه. تتبيله الزبادي بقى، كوبايه زبادي، معلقه صلصه، معلقه ثوم مفروم، وهحط معلقه دبس رمان، بهارات فراخ وسماق، وحاجه بسيطه ملح مع شويه ميه، لان طبعا البطاطس والفراخ انا رش عليهم ملح. وده بقى صوص الزبادي بالثوم اللي هيخلي البطاطس تحفه. رجعت بقى للبطاطس، كنت مغطياها، شربت الميه اللي انا حطيتها وخدت نص تسويه. هرجع بقى اوراق الفراخ تاني فوق الوش كده، وهنزل بصوص الزبادي بتاعنا الروعه ده. تحفه تحفه يا جماعه. هشغل الفرن طبعا على اعلى درجه حراره، وما تاخد لون هقلبها على الناحيه التانيه عشان عايزاها متحمره من الناحيتين. تقدري تشغلي الشوايه والفرن مع بعض مفيش مشكله. بصوا بقى بتاخد اللون التحفه ده، وطعم البطاطس ما اقولكوش على جمالها بجد. الله يبارك لها صاحبتي اللي عرفتني الوصفه دي، احلى مره هتعملي فيها صينيه بطاطس بالفراخ. الف هنا.